شكل ما أتيحت لي حرية استكشاف كل أهرامات مصر الكبرى. واو، أروع شيء رأيته في حياتي. سنذهب إلى مقابر الفراعنة القدماء، وهي أماكن يمنع دخولها قانونيا لأنها خطيرة. ماذا لو سقطنا؟ ستموت بالتأكيد، بل وسنسبح أيضا نحو مقبرة سرية تحت الأرض أسفل الأهرامات. يا إلهي، سرح لنا ب100 ساعة فقط للاستكشاف، وسوف نبدأ الآن. اتبعوني يا أصدقائي، سيكون هذا ممتعا. هذا جميل جدا. هذه الصخرة هنا منذ 4500 سنة. يعود تاريخ بناء هذا الهرم إلى حوالي 4500 سنة. هذا الممر يؤدي إلى ما يقول علماء المصريات إنها مقبرة الملك خوفو، وهو الفرعون الذي ربما أمر ببناء الأهرامات. واو! هذه الغرفة تسمى البهوى الكبير. برأيك كم رأينا من هذا الهرم حتى الآن؟ لن نعرف إجابة هذا السؤال. أروع إجابة ليجيبني بها. هذه الغرفة التالية كانت المثوى الأخيرة للملك. نعم، على حد اعتقادنا. هيا بنا. واو! انظروا يا شباب، ما هذا؟ منذ 4600 سنة ربما كانت هذه الحجرة تضم مومياء الملك. هنا دفن الفرعون. هذا ما نعتقد أنه مثواه الأخير. لما لسنا متأكدين؟ أعتقد في مكان ما داخل هذا الهرم هناك حجرة أخرى، لكننا لم نجدها بعد، والتي قد تضم جثة الملك. أتعلم؟ في هذا الفيديو سنجدها. سنكتشف حرفيا من عمق مئات الأمتار أسفل الأهرامات، وحتى أعلى نقطة في أكبر هرم قديم على وجه الأرض. كان مذهلا. قبل استكشاف الهرمين الكبيرين الآخرين أريد أن أريكم مخيمنا. أجل، هذا جميل. هناك طاولة للعشاء وبعض الخيام لننام فيها. واو، مذهل، رائع. حسنا، أحضرنا حتى مصابيح لتروا الأهرامات من المخيم. إنها أغلى مصابيح على الإطلاق. هذا الهرم الذي سنكتشفه غدا في 5 صباحا، لذا اخلدوا للنوم. كان بناء الأهرامات متقدما رغم قدامة عصرها. البعض ينسبها إلى ما قبل الحضارة المصرية، والآخرون يشيرون إلى نظريات أكثر جنونا كالكائنات الفضائية. ولكن علماء المصريات متأكدون أنها بنيت بواسطة المصريين الأوائل كمقابر لملوكهم. سنكتشف أي النظريات هي الصحيحة. آمل أنكم مستعدون لاستكشاف الهرم التالي بقائمتنا، وهو هرم خفرع. أخبرني رامي، ما المميز في هذا الهرم الضخم؟ هذا الهرم ساعدنا في معرفة كيف يبدو الغلاف الخارجي للأهرامات. كانت تبدو هكذا في مرحلة ما، بعد أن بنتها الكائنات الفضائية؟ ليست الكائنات الفضائية. قادنا رامي إلى عمق 30 مترا تحت سطح الأرض داخل هرم خفرع، ونادرا ما وصل لهذا العمق شخص في العالم الحالي، لذا لم تكن لدينا فكرة عما نتوقعه عند نزولنا إلى هنا. ها نحن ذا. أكان لديهم ورق كرتون؟ اعتقدنا لفترة أن هذه كانت حجرة دفن الملك خفرع، والآن تخزنون المعدات فيها. إنهم يرممون الهرم ويحتاجون للمعدات. أهناك حجرة دفن حقيقية؟ أخذنا رامي إلى المثوى الأخير الحقيقي الذي يعتقد أنه كان يضم جثة الملك خفرع. أرى سقفا عاليا. واو، نحن في أعماق الهرم. نحن الآن في حجرة الدفن الأخيرة للملك خفرع. أروع شيء رأيته في حياتي. يا للهول. لا تخف. ما هذا؟ مهلا. انظروا للتاريخ. هذا النقش للرجل الذي اكتشف هذه المقبرة. يدعي أنه اكتشف هذه المقبرة. نعم، هنا دفن الفرعون. هذا هو المثوى الأخير للملك خفرع. الاستلقاء هنا قلة احترام؟ لن أقلق من قلة الاحترام بقدر ما أقلق من اللعنة. ماذا تفعل اللعنة بالشخص؟ أتجرب؟ لا. جيد. لنغادر من هنا قبل أن تصيبنا اللعنات. يا إلهي، هذا الهرم مذهل. مقبرة الملك لم تجب على العديد من أسئلتنا، ومع ذلك فإن البوابة إلى العالم السفلي في أعماق الأهرامات قد تتضمن كل ما نبحث عنه. هذه مقبرة الإله أوزوريس، حيث دخلها عدد قليل من البشر. ماذا نفعل هنا؟ تخيلوا مقبرة إله العالم السفلي تقع على عمق كبير تحت الأرض. يا إلهي لا، عمقها كبير جدا. تفضل يا كارل. يا إلهي، يا إلهي، لما ينزل السلم هكذا باسترخاء؟ هذا هو المدخل يا كارل. أجل، إلى إله العالم السفلي. هذا سلم طويل. إنه عميق جدا، وإن سقطت ستموت بالتأكيد. أجل، هذا أمر مخيف. لم يعد هذا يعجبني. وإن لم نخف بما يكفي، صادفنا هذا بعد ذلك.
رفات منذ 3000 سنة. لإنسان. يا إلهي، لما لا أزال أحمله؟ هذا جزء من إنها جمجمة؟ جمجمة، نعم. يا إلهي. عندما ننزل